تتميز محافظة أربيل في كردستان العراق بكثير من الصناعات الشعبية والتراثية والمنتجات الغذائية المحلية، ولعل أبرزها العسل، حيث يتميز العسل في أربيل بطعمه المختلف وقوامه الكثيف واستخدامه بصورة أساسية للشفاء من الأمراض. طبعا مراسلنا في أربيل أمجاد ناصر أعد تقرير حول هذا الموضوع الشيق والجميل جدا، لأن فعلا العسل، عسل الشمال، له طعم مختلف تماما. خلينا نروح لأربيل ونشوف العسل هناك، نتابع. العسل غذاء وعلاج. نتعرف أكثر عن أنواع العسل وأسعاره. ابقوا ويانا بهذا التقرير المنوع من سوق القلعة في أربيل. شفت تشترين هنا عسل، يعني شلون حبيتي من هذا العسل اللي بأربيل؟ والله العسل اللي بيشمع هو يعني دائما يقولوا لي هو الزين، واللي سعره غالي هو الزين. مرات ناخذ من سليمانية إذا كنا رايحين سفرة، ومرات من أربيل، واحنا ساكنين هنا فعلى طول اجي لسوق القلعه اخذ. والله هو العسل المشهور اكثر شيء باربيل، يعني هي منطقه يسموه الجبلي، احنا ناخذ هذا العسل يسموه العسل الجبلي. نوعيه ممتازه كلش، وحتى يستخدموه علاج. والحج هنا بالمحل دائما من نجي كنا قبل بالاربيل نجي سفره دائما نمر عليه هنا ناخذ جنب القلعه، المنطقه هاي هم يكثر بيها، والرجال دائما يزلق ويانا بالعسل يعني اصلي. اكو عسل اصلي يربون بالخلايا، واكو عسل مثل ما يقولون النحله وحشيه، يعني بالاشجار بين الكهوف بالجبال. طبيعي هذا وحد. بس هذا كله تربيه، بس تربيه هم بالجبال، يعني مو بالمدينه، لانه مال المدينه يختلف عن شو اسمه، الاطراف المدينه يختلف عن الجبال. هذاك الجبال مال اصلي. اكو نوع همينه مثلا مثل ما يسمون نوع عادي، هذاك يختلف عن هذا. النوع هذا العسل الموجود بالعراق بالكردستان احسن انواع العسل بالعالم. احنا نشوف مثلا مرات يطلعون بالتلفزيون مثلا هذا يقول عسل يمني وهذا ما ادري شنو، لا. حتى صاير شو اسمه قبل كم سنه صار معرض فرنسا، معرض عن العسل. عسل العراق وكردستان طبعا طلع احسن عسل بالعالم. بالنسبه للسكري ياكل عسل، لكن ياكل قليل، يتناول يعني قليل، مثلا خاشقتين 3 خواشق مال شاي الصبحيات قبل الريوق، او ويا مثلا اي اكل ياكل مو مشكله. تشرح لنا شنو غذاء الملكه بالضبط حتى يفتهم يعني المواطن. هسه ببالي اكو عسل ملكات النحل. عسل الملكه ماكو، غذاء الملكه اكو. غذاء الملكه اكو موجود. احنا اي واحد اذا يريد مثلا يقول نريد غذاء ملكه وياه، نخلطه ويا العسل، ما يصير، ما ينكال هالشكل، شويه يمور بمراره وبحموضه ما ينكال. والا اذا يقول لك واحد يقول لك هذا عسل ملكي، عسل ملكي ماكو. يعني شنو عسل ملكي؟ معناه شنو يعني؟ بس الملكه تسوي عسل؟ ماكو. هذا المصطلح ماشي بالسوق، يعني يقول لك عسل الملكات يعني. هذا غذاء الملكه الموجود عندنا. هذا اي واحد يريد، هذا 5 سياد، اي واحد يريد نخلطه ويا عسل. هذا افضل شيء اذا ويا ربع كيلو او نص كيلو عسل تخلط وياه، هذا فائدته اكثر. إذا كيلو لا، لازم 10 سيسيات هالشكل. عسل مال الملكة احنا نخلطها ويا العسل، هاي نعطي العلاج اللي عندهم عقم. وبهاي الحالة ينجحون 100%، يعني شغلتهم ناجحة 100%. اي والله. والعسل يستعملوها قبل، خلينا نقول قبل الاكل، يعني الصبح من يقعد الريق مثل ما نقول. قبل الريوق، قبل الغداء، قبل العشاء، ياخذ شم ملعقه ياكل. من ياكل هذا يرتاح نفسيا، اي مرض عنده ان شاء الله يشافي، وهذا بيد الله. عمي انا مختص بالعسل، وبهالمحل من 1932 والدي بنفس المحل. والعسل انواع عندي عسل زين وعسل جبلي وعسل وسط وعسل عادي، انواع عسل عندي. واللي يريدون كعلاج انطيهم عسل جبلي. اكو نوع يسمونه عسل اسود. عسل اسود وابيض ما يفرق عمي. العسل الاسود النحل شايب شو اسمه بالعمر هو، والعسل الابيض شباب. مراحل تقدم عمر النحله يكون باختلاف اللون مالته. إيه بالفعل صح. وعسل الاسود يقولون اقوى من العسل الابيض، لان الشغل الشياب بالتقنيه.
يعني سبحان الله، يعني احنا نقول الواحد من يكبر يتعب، بس النحل لا، من يكبر يصير اقوى العسل مالته. اي طبعا. هسه اني شخصيا اخلط جوز ولوز وبندق ويا عسل الاصلي اخلطه واكل كحلاوه. هذا كل زين لهشاشه العظم خاصه للشياب.